6 خطوات لتوجيه طفل عنده ميول نرجسية. أول حاجة علمه يفرق بين القيمة والتميز، وضح له إن القيمة مش جاية من كونه أحسن من غيره، لكنه لأنه إنسان محبوب ومقبول زي ما هو. كافئه على الجهد مش على النتيجة. علمه التعاطف، اسأله أسئلة زي تفتكر صاحبك حس بإيه لما حصل كده. شجعه يحط نفسه مكان الناس التانية، واعرض له مواقف يقدر يتعلم منها إزاي يكون حساس لمشاعر غيره. حط حدود بوضوح، يعني لو بيحاول يسيطر أو بيتلاعب عليك لازم تقف معاه ده بحزم وبهدوء. مش هينفع تتكلم معايا بالطريقة دي. مفيش حاجة اسمها انك تاخد كل حاجة لمجرد انك زعلان. امدحه بذكاء، ما تمدحوش بطريقة تخليه يحس ان هو احسن من الكل، لكن امدحه لما بيتعاون، لما بيساعد حد، لما يسمع كويس، لما يتغير للافضل. المقصود ان انت تمدحه على السلوك الايجابي مش على الصورة او الذكاء. اديله فرص يخدم فيها غيره. شارك معاه في انشطة فيها عطاء للاخرين، زي زيارة محتاجين، جمع تبرعات، مساعدة في البيت أو مع إخواته. ده بيكسر فكرة أنا الأهم وبيزرع جواه مفهوم المسؤولية. سادس حاجة، تكون قدوة. الطفل بيتعلم بالقدوة أكتر من أي كلام تاني. لو شافك بتحترم الناس وبتعترف بغلطك وبتتعاطف مع غيرك، ده بيتزرع جواه تلقائيا. المهم نفتكر إن السلوكيات النرجسية عند الأطفال غالبا بتكون رد فعل لنقص حب أو مدح مبالغ فيه أو عدم وجود حدود واضحة. لكن بالتوجيه والنصح الطفل ممكن يطلع قائد ناجح بيحب نفسه بس من غير ما يأذي حد.